دخل اونلاين، دخل. ماشي لا. دخل. طب انا هكتب لا، دخل اونلاين. ومين معاش اللحظات دي؟ اللحظات اللي بتمتد من ساعه وانت ماسكه التليفون وتترعبي اول ما يدخل اونلاين كانه شايفنا، مع انه مش شايفنا ولا حاجه. انت ماسكه التليفون ومتغطيه كده ومستنيه يدخل اونلاين، لانها بتبقى الخناقه بتاعت مين هيبعت للتاني، مين هيظهر قبل التاني، مين هيسال على التاني الى اخره من التاني دي. هنا بقى نستدعي اغنيه كاتيا حرب، صعبان عليا نكون بنحب ونجيب لنفسنا وجع القلب، لانه مفيش اكتر من كده وجع قلب. عارفين كده ماجد الكدواني في المشهد الجميل في مسلسل موضوع عائلي لما قال قعدتوا اسبوعين متخاصمين، اسبوعين من عمركم ضاعوا وانتم مش بتكلموا بعض. هل يعقل ان في الزمن اللي احنا فيه، في كميه الجفاف والجفاء اللي احنا بنعيشهم على كافه الاصعده، ان احنا لما نكون واخدين مواقف من بعض، حد من الطرفين او الطرفين احيانا يوصلوا بعض ان هم يفضلوا ماسكين الموبايلات لمدد زمنيه طويله جدا مستنيين الطرف الثاني يدخل اونلاين؟ على فكره الموضوع ده مش بيحصل بس عند ناس صغيره او ناس تجاربها في الحياه محدوده، حتى الناس اللي كبرت ونضجت وعندها تجارب انسانيه كتير جدا بيعيشوا احيانا المشهد ده. في عرف مين ان احنا نضيع من حياتنا ايام وشهور وسنين احيانا في علاقات جزء من وجع القلب فيها حاجه المفروض هي في منتهى البساطه، ان اللي يعوز فينا يكلم التاني يكلمه بسهوله، اللي فينا عايز يبادر ويصالح ويهتم يعمل ده بسهوله، بس يكون في شرط كبير جدا متوفر، ان عارف ان هو مش هيسقي رمله، عارف انه لما هيعمل كده هيتقابل ان الشخص ده هيقدر ان انت بادرت وبعدت وسالت واهتميت، وانك ما حبيتش ان الخصام يزيد عن يوم او يومين بالكتير. هنا بقى عندنا سؤالين. السؤال الاول، هل انت عشت المشهد ده في حياتك مرة او مرتين او لحد ممكن قبل ما تسمع الريل ده بحاجة بسيطة؟ لو انت عملت كده ممكن تحط الايكون اللي بيغمس كده اللي هو ايوه انا بعمل كده وما زلت كمان بعمل كده. ولو انت من الناس اللي الكلام ده حاسس ان هو جه نور لك لمبة وانك بتعاني وقلبك وجعك طول الوقت في علاقة انت فيها اللي بتبادر وانت فيها اللي مهتم وانت فيها اللي مستني الطرف التاني يدخل اونلاين وكأنك بتشحت المشاعر وبتشحت الاهتمام، يبقى بصراحة انا هكون ممتنة جدا لو الفيديو ده كده جه خلاك تحس انك حقيقي ما تستاهلش كده ابدا.